تنتشر أحيانا فيديوهات تحبس الأنفاس كهذا الفيديو لخطر محدق بهذا الطفل، تذكرونه بالتأكيد. تدرك تماما أنها مسألة أجزاء من الثانية، هي الفرق بين الحياة والموت. راقبوا معي جيدا هذا الفيديو وانتبهوا إلى هذا الشاب الذي يرتدي الأصفر، ينظر إلى الأعلى، ينتظر شيئا. ماذا ينتظر؟ شيئا سيلتقطه، سينزل من الطابق. واو، التقطه. إنها طفلة، نعم طفلة. الفيديو كان هذا من حي الفاتح في اسطنبول. هذا الحي سأعيده، يعني أعيد الفيديو هذا على البطيء. الحي مليء بالسوريين طبعا، لكن انظروا كيف سيلتقط هذه الطفلة. الفتى جزائري، التقطها بمهارة. هناك شيء وقع معها يبدو على الأرض لكنه أمسك بها جيدا. الفتى جزائري اسمه فوزي، يعمل في ورشة للنجارة في شارع، نفس الشارع الذي فيه منزل هذه الطفلة التي كانت على وشك الموت. سقطت من نافذة منزلها وأسرع وتمركزت تحت النافذة قبل أن يتمكن من التقاطها. انظروا إلى بيتها هنا، من هنا سقطت. إذا أردنا أن نقيس المسافة من هنا فستجدون أنها تقريبا 10 أمتار. الطفلة عمرها عامان واسمها ضحى، تعيش مع عائلتها السورية في هذا المنزل في اسطنبول. طبعا سقطت من هذا الشباك وارتفاعه كما قلت لكم هو عبارة عن 10 أمتار. تقول الصحافة التركية إن أمها كانت مشغولة فقط في الطبخ. هلا الآن ضحى في صحة جيدة، وهذه صورتها مع من أنقذها، فوزي، في حديقة الحي. ربما هناك من سيريها عندما تكبر هذا الفيديو. من شاهد هذه الفيديوهات أو الفيديو لفوزي علق عليه. محمد زعتر يقول: مشهد أوسكاري بطولي من هذا الشاب حماه الله، والحمد لله الذي حمى الطفلة بإلهام هذا الشاب الباسل لالتقاطها. خليل المصري يقول: شكرا لهذا الشاب والحمد لله على سلامة الطفلة. الأطفال نعمة من الله، ديروا بالكم على أطفالكم، في ناس عم تدفع اللي فوقها واللي تحتها لتجيب مولود واحد. ما بعرف شو ظروف الأهل، لكن الانتباه والحذر واجب. أما باسل توكاتلي يقول: لسه بخلفه، يقول لسه بخلفه يهملوا، لازم يبطلوا يجيبوا أولاد يربوا يلي عندهم بشكل صح. يا أخي أنا سوري ومعارض لهذا الشيء. ينتقدوا كثرة إنجاب الأطفال وعدم رعايتهم. كل سران تونسي يقول: مبروك للشاب الحساس، حقا أنقذ حياة الطفلة، يجب أن يكافأ على عمله الرائع. والشاب الجزائري المنقذ للطفلة السورية فوزي زعباط هو معي الآن من اسطنبول. مرحبا بك يا فوزي. كيف لاحظت أن الطفلة على الشباك؟ هل كنت يعني يا مرحبا بك. كيف لاحظت هذه الطفلة على الشباك؟ لماذا مثلا لم تصرخ عندما رأيتها؟ كنت أسير في الرصيف ولم أستطع أن أصرخ لأني لا أستطيع التكلم باللغة التركية، ولم أعلم إنها سورية. نعم. كنت أسير في الرصيف، فجأة رأيتها في النافذة، خلف النافذة فتاة صغيرة تبلغ من العمر 2 سبحان الله، فاقتربت منها فسقطت فأمسكتها. هل يعني كيف كانت ردة فعل الأهل عندما عرفوا أن ابنتهم سقطت من النافذة وتم إنقاذها من قبل شاب يافع؟ كانت ردة فعل يعني كيف راح أشرح لك. كانت ردة فعلهم قوية كثير، لأن البنت ما صار فيها شيء ومسكتها الحمد لله. طيب بالنسبة لأهلك، ماذا قالوا لك بعد هذا الفيديو؟ ماذا قال لك والدك؟ هل كافأك؟ والدي
والدها. والدك ووالدها. سمعت أن والدك كان سعيدا جدا بهذا الفيديو. والدي أنا في الجزائر، أنا هلا بتركيا، بس أبوها كفاني 200 ليرة. نعم. طيب هل بس أنا ما هل الطفلة يعني الآن رأيت فيديو لك وأنت وهي يعني تلعبها بالمرجوحة، هل هي تعي ما حصل لها؟ طبعا هي صغيرة جدا. كل الشكر لك من اسطنبول الشاب الجزائري صغيرة المنقذ للطفلة السورية التي اسمها ضحى وهو اسمه فوزي زعبط. شكرا لك.